أهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلقة مهمة جدا عن اللي بيحبك ومش دايما فاهمك. في لحظة غريبة بتحصل لنا أحيانا تبقى قاعد مع حد قريب منك، حد بيحبك، حد موجود في حياتك من زمان، حد عمرك ما شكيت في نيته، بس وانت بتحكي له عن حاجة وجعاك تلاقيه بيرد عليك وكأنه مش سامعك، أو يكون رده قاسي، يقولك ما تكبرش الموضوع، عديها، في ناس انت أحسن منهم بكتير، انت ليه بتفكر كتير؟ فتسكت، تسكت لأنك مش عايز تحكي، بس لأنك حسيت إنك مش مفهوم حتى من اللي بيحبك. أنا حاتم حافظ، وفي الحلقة دي من جوه لبره هتكلم عن وجع مختلف، وجع مش من عدو ولا من غريب، لكن من حد بتحبه بس مش قادر يشوفك صح. في فرق كبير بين إن حد يحبك وحد يشوفك، يحس بيك، يعرف انت ليه ساكت وإمتى محتاج إنه يسمع لك من غير ما يقطعك. إزاي أوقات الكلمة البسيطة ممكن توجع أكتر من السكوت. رجالة كتير بتمر بالمرحلة دي في وقت معين، إن مراته بتحبه ودايما شايفاه في صورة القوي لدرجة إنها مش ممكن تتخيل قد إيه هو ضعيف من جوه. البنت اللي دايما بتقول ماما بتحبني، بس كل لما أحكي لها حاجة ترد عليا بمشاكلها وبأوجاعها، وكأن لازم مشاكلها تكون أقوى بكتير من اللي هي بتمر بيه. اللي بيحبك ممكن فعلا بيحاول، بس الطريقة اللي بيحبك بيها مش مناسبة ليك. مش كل الناس بتعرف تحب بوعي، ومش كل الناس فاهمة يعني إيه إنها محتاجاك تفضل ساكت معاها، مش تشرح لها حياتها. وفي علم النفس بنسمي ده emotional disconnect with close one، يعني انفصال عاطفي في قلب العلاقة، العلاقة اللي فيها حب بس ما فيهاش مساحة لمشاعرك. والدراسات بتقول إن الوجع اللي بيجي من الناس القريبين منك بيبقى تأثيره أكبر بكتير على نفسيتك من الهجوم المباشر من الناس الغريبة ليك. ده لأنك ما كنتش متحصن كفاية. إيه اللي بيحصل لما الناس القريبة منك ما تفهمكش؟ بتبدأ تشك في كل إحساس بتحس بيه، يعني بتحس إنك إنسان حساس، أو يمكن بتبالغ في مشاعرك، بتكتم، بتسكت، وممكن تكتفي بالابتسامة، تحكي لحد بعيد أو ما تحكيش خالص. تبدأ تتكون بينك وبينهم مسافة من غير ما تحس، مسافة صمت جواها وجع ملوش صوت. طب نتصرف إزاي لما نحس بكده؟ أول حاجة تسأل نفسك، أنت بتدور على احتواء من اللي مش عارف يقدمه؟ مش كل اللي بيحبك مؤهل إنه يسمعك. يعني تتكلم مع الشخص الصح، ولما تلاقيه اتكلم معاه بوضوح، فهمه إنك مش عايز حلول، أنت عايز بس حد يفهمك. عرفه وأكد له إنك مش بتشتكي، أنت محتاج لحد تفتح له قلبك. تالت حاجة، وسع دايرتك، دور على ناس عندهم وعي، مش شرط يكونوا أهلك أو دايرتك القريبة، ناس تعرف تبقى معاك من غير ما يتكلموا عن نفسهم، ناس تديلك مساحة كافية تعبر فيها عن مشاعرك بصدق. وفي الختام بختم بالتربية، ابنك أو بنتك مش عايزينك تحبهم بس، لكن عايزينك تفهمهم، تفهم دمعتهم أو سكوتهم، كلامهم اللي بيتقال بنص جملة أو لخبطة في الحروف. ما تقاطعش دايما مشاعرهم بجمل جاهزة ومعتادة، لكن دايما حاول تكمل اللي هم عايزين يوصلوه. أنا مش هشوفك ضعيف لو بكيت، أنا شايفك حتى وإنت مش قادر تشرح ده. اللي بيحبك ممكن يحبك من غير ما يفهمك، بس دورك إنك تحمي نفسك من الصمت اللي بياكلك من جوه. يا ريت تكتب لي في الكومنتات، مريت بعلاقة زي دي أو كانت قريبة ما كنتش مفهوم فيها وكنت نفسك تقول إيه وما قدرتش تقوله. اشتراكنا في القناة هيوصلنا للحلقة الجاية، الحلقة بعنوان النجاح مش دايما علامة صح. هنفتح ملف النجاح اللي بيبان على الناس لكن من جواه في وجع وضغط وإحساس بالفراغ. سلام.